وصفتنا النهاردة برام الرز المعمر المتين، يا حلاوته كده وهو وشه كريمي ومليان قشطة ومظبوط ظابطة. الرز من جوه مفرفر ويتاكل أكل. أقول لكم على طريقتي اللي تطلعه زي بتاع أشهر المطاعم بكل سهولة وبساطة. بس قبل ما نبتدي، لو أول مرة تشوفوا وصفتي، أنا مروة. هنشتغل في بريم صغيرة على قد فرد، أو هنشتغل في بريم كبير عائلي. بجيب الرز بتاعي واغسله كويس جدا ومش بنقع الرز خالص. البريم اللي انا هشتغل فيه ده بياخد مني كوباية رز. طب لو انا يا مروة مش عارفة مثلا البريم بتاعي بياخد قد ايه رز، هحط من الربع لتلت البريم رز. بحط على الرز بتاعي معلقة زبادي ومعلقة صغيرة ملح. ما تستغربوش الزبادي، بس بيطلع اروع رز معمر ممكن تاكله. هغلف بقى الرز بتاعي كويس جدا بالزبادي. يعني انا كوبايه الرز هتاخد معلقه زبادي ومعلقه صغيره ملح، وبعد كده بظبطوا انتوا الملح بتاعكم. هغلف الرز بالزبادي كويس قوي في البريمه. دور الزبادي عندي في برام الرز انه بيخمر الحليب، فكأني بالظبط عامله الرز المعمر من اوله لاخره بلبن رايب وقشطه. فجربوا بقى معلقه الزبادي وادعولي. كوبايه الرز بتاخد من كوبايه لكوبايه وربع حليب، ونص كوباية الرز مية. يعني هحط نص كوباية مية. ايا كان بقى كمية الرز عندي، فانا هحط قدها حليب ونصها مية. ده مقدار ان شاء الله يطلع الرز المعمر مظبوط. لو لأول مرة تعملوه، ولو حطيت المعلقة كده هلاقي ربع المعلقة طالع بره البريم كده، ان شاء الله يبقى مظبوط. المواد الدهنية بتاعتي هضيف معلقتين زيت نباتي ومعلقة سمنة. الزيت بيفرفر الرز كويس قوي، يعني بيخليه مفلفل كده وكل حباية مستقلة لوحدها. هقلب بقى كله كده مع بعضه، وكده البريمة عندي جاهزة. بس بقى حتة القشطة البلدي اللي هنحطها على الوش، ودي طبعا كميتها اختياري وترجع ليكم. انا مش بيكون متاح عندي قشطة بلدي، فبجيب القشطة المعلبة وبحط منها قطع كده على وش الرز المعمر. لكن طبعا القشطة البلدي بتدي نتيجة اروع واروع بكتير. نيجي بقى لطريقة التسوية. انا بكون مسخنة الفرن كويس على درجة حرارة 200 وقايدة الشواية. بدخل البريمة والشواية شغالة 10 دقايق تقريبا، الوش يمسك نفسه كويس قوي وياخد اللون الصح ده. وبعدين بطفي الشواية واسيبه يكمل تسويته بقى على الهادي. بياخد توتال تقريبا نص ساعة تسوية، وهنطلعه بالشكل الرائع ده. معلومة على فكرة مهمة: كل ما كان البريم عالي لفوق اكتر من انه يكون عريض للجنب، بيكون الرز المعمر احلى واحلى. لو خدنا بالنا دايما في المطاعم بيعملوا في البريمة زي اللي انا بطلع منها الرز دلوقتي ده، بتدي نتيجة في برام الرز المعمر أفضل كتير قوي من البريمة التانية. معلومة على الماشي كده هيستفاد منها بس اللي كمل الفيديو للآخر. شوفوا بقى الرز معمر، القشطة على الوش ما نزلتش تحت وما تشربتش، باينة كده وظاهرة، مع اننا ما حطيناش قشطة كتير قوي. الرز مفرفر قوي ومتغلف كويس جدا، ده خلى لمعته باينة ولونه أبيض فاتح خالص زي الحليب. كمان الطعم يجنن واكتر من روعة. انا متأكدة لو جربتوا الرز المعمر بطريقتي مش هتبطلوا تعملوه ابدا. وقولوا لي في الكومنتات على الطريقة اللي انتوا بتعملوه بيها، نستفاد من بعض. انا كده خلصت خلاص. لو عجبتكم وصفة النهاردة ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو عشان يوصل للحبايب وحبايب الحبايب. اشوفكم على خير في فيديو جديد ووصفة جديدة، والف هنا وعافية على قلبكم وقلب ولادكم مقدما. ومع الف سلامة، وباي باي.